عمرك قعدت مع نفسك فكرت كده واحنا اللي بنسعى في الاتجاه الغلط؟ يعني ليه بدل ما نفكر نرضي ربنا نعيش نعبد ربنا كبشر بشكل عام، ما بتكلمش على حد معين ولا على نفسي حتى، ليه ما بنفكرش نعبد ربنا بس ونعيش كده حياة حلوة؟ لان طبيعي في مغريات حياة صح، بس ليه ما بتحاولش تبقى من مغريات الحياة؟ يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى قال لك في كتابه الكريم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليه بقى الانسان بيسعى بقى للفلوس بس؟ وليه الاقي شاب عنده 16 17 18 سنه، ناس من سن كده يقول لك انا لسه ما حققتش اي حاجه في حياتي؟ ما طبيعي يا اسطى احنا لسه ما حققناش اي حاجه في حياتنا، لان ده الطبيعي، انت لسه صغير. اهتم بدينك، اهتم بدراستك، ما بتدرسش يبقى دينك وشغل، لكن شغل بس ما ينفعش، لازم اصل لازم تعمل فلوس. بس ليه لازم في سن صغير تبقى مليونير؟ لو في ايدك انك تعمل كده وانت محافظ على دينك اعمل، بل هيبقى واجب عليك ساعتها انك تعمل. بس بالله عليك ما تخليش حاجه تعطلك عن الصلاه، ما تخليش حاجه تعطلك عن شويه ذكر، حتى عن ورد قران. يعني عيش اعبد ربنا بس ما تعيش بس كده عشان فلوس. حياتك يبقى قيمتها ايه عشان انت عايش عشان شويه ورق؟ حاول تعمل فلوس وفي نفس الوقت لازم تكون محافظ على دينك. حتى شوف المفارقه، ده بتحاول تعمله، ده بتحافظ عليه ولازم واجب عليك، لان انت هتسال عن دينك وهتسال عن صلاتك. اول حاجه بتتسالها لما تخش القبر من ربك، مش معاك كام. بس في حاجه، لو عملت فلوس شوف انت بتصرفها في ايه، انت برضه هتسال عن فلوس. فبس والله دول كلمتين بس كنت حابب اقولهم. ربنا يهدينا جميعا وربنا يصلح حالنا يعني ان شاء الله. واهم حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي.